حضرات السادة المشاهدين، بعد مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين ومتجمعين معانا في برنامج حماتي ملاك. حلقة النهاردة بورسعيد تما بالصلاة على النبي، فوق راسي من فوق وبالصلاة على النبي بالعربي، الولا بالعربي اللي حط صباعه تحت القطر قلبه معروفة. النهاردة ملك هتقدم لنا حلقة جامدة جدا. أما بقى مخرجنا النهاردة فهو بورسعيدي، بورسعيدي على حق يا ابوي، بورسعيدي ابو العربي، احسن ناس يابا. يلا بينا نتفرج. هو فين احنا قلنا الوقت ده ما بنحبوش. ولع النور يا ولا فين يا استاذ شيكو ده اصلا كنت كبابجي بورسعيدي من هناك. مخرجنا راح يجيب سكان كفته من عند التمام ببورسعيد. ابو العربي صاصه كان بيحوش. نبدا يا جماعه فين الانتاج اللي هنا؟ يا ابويا انت جايب لنا فين المخرج؟ شيكو فين يا جماعه؟ كيلو السمك بكام؟ كيلو السمك بكام؟ بطلناها شغالين في الكفته بنورد الاوردرات، شغالينها مولعينها كل الكاست ده المخرج يا جماعه، المخرج استاذ شيكو رحت في مدرسه والله دارس في بورسعيد، دارس في بورسعيد. يا استاذ عندك مشاكل؟ انا مش فاهم حاجه منك. اكتبها في ورقه نعرضها على الاداره. خسرانه يا ابويا. صوت يا بيه، صوت يا بيه شغالين. خلاص يا جماعه، معلش يا جماعه احنا المخرج ده بتاع سمك. هو اسلوبه كده. طب انا ودني وجعتني. ما حدش يسقف فين الا انا. ما كويتش. ده بتاع سمك. طب نبدا احنا كده على الهوا فعلا ولا لسه؟ لا يبقى احنا في بريك. وهجيب لك من اكل النهارده. يا شيكو يلا. ربنا يخليك، شكرا تسلم، ربنا يخليك. يا جميله الناس كلها فرحانه بيها في اللوكيشن. ربنا يفرحهم كمان وكمان. والله حتى الاستاذ عشان نقول اسمه عشان هو بيتضايق. 5 4 3 2 1. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأم المثالية. معانا النهاردة نموذج يستاهل لقب الأم المثالية. معانا النهاردة الأم اللي ضحت عشان توصل بأولادها لبر الأمان. معانا مدام نوال، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وابنها فارس، أهلا بحضرتك. ومراته مدام آية، أهلا بيكي. أهلا بكم في برنامجنا. ودلوقتي هنسألهم شوية أسئلة عشان نتعرف على حياتهم أكتر، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبتدي نسألهم شوية أسئلة. مدام نوال، يوم ولادة ابنك احكي لي عن اليوم ده. يوم كان صعب قوي بس كان جميل يعني، عشان هو البكر وهو الوحيد على فكرة، ملوش اخوات تاني. ما فكرتش تجيبي أولاد بعده؟ لا، انفصلت أنا وباباه وخلاص بقى، هو كل حاجة في حياتي يعني، بس فده روحي بقى، ده اللي ليا يعني في الدنيا. ربنا يخليك يا ام. أستاذ فارس، الأنثى بتختلف في المعاملة، بتعامل والدتك ازاي ومراتك ازاي؟ الوالده مهما كانت اي حاجه بتعملها، اي حاجه بتقولها دي ما ينفعش ان انا اكلمها فيها، تمام؟ طلباتها كل حاجه فوق دماغي من فوق طبعا يعني. ومراتي برضه نفس الكلام، بس في فرق شويه بين دي وبين دي. طب قول لي، ان حد يبني بيته دي مسؤوليه كبيره، ازاي بنيت بيتك؟ زي اي ما حد بيبني بيته، شغل وربنا كرمنا وآيات، خططتي بيتك ازاي؟ بحلم معاك بيت جميل وطفل جميل يملى علينا حياتنا ان شاء الله نوصل للي هو عايزه، عنده احلام كتير جدا. انتوا لسه ما خلفتوش؟ لا. متجوزين بقالكم قد ايه؟ 2 سنين. طب ليه ما خلفتوش؟ شويه، مش دلوقتي لسه الحياه. متفقين يعني؟ طبعا. انت يا ماما موافقه ان هم يأخروا؟ لا، ده انا نفسي النهارده قبل بكره، بس هم مأجلينها شويه عشان شغلهم. نفسي بصراحه. قولي لي يا ماما، ايه هي مواصفات الام المثاليه؟ اللي هي بتضحي عشان ولادها، دي اهم حاجه في الدنيا، ان هم اللي ليها يعني. فانا يعني تقدم لي ناس بس ما رضيتش، عشان قلت عشان ما حدش يجي يهينه في يوم او يقول له كلمه تجرحه او كده. لو كسبتوا ال 10000 جنيه هتعملوا ايه؟ ده بالنسبه لمين فينا؟ كلكم. بالنسبه لي انا متنازله ماما. انت متنازله لماما. هي اكتر وانت حاجه فارس؟ تستحق ده. ايه؟ وانت؟ هي اكيد ممكن تتنازل اليوم لماما، وانت؟ وماما اكيد هتبقى عايزه برضه تتنازل بيهم ليا. لا، سيب رد ماما لوحده. انت هتعمل ايه؟ هاخدهم ليا. جرى يا فارس، تك على عقلك. لا، على فكره انا بتوع ماما. انا ناويه في حاجه في دماغي ان شاء الله، لو كسبت هجيب لهم هم حاجه عشان البيبي الصغير. تجيبي حاجه هديه؟ هتجيب عشان حاجه البيبي كده؟ الصغير، حاجه في دماغي يعني. طب لما يجي يا ماما عشان 10000 جنيه لما يجي يا ماما. هو جاي حضرها له يعني يعني. ما تقلقيش. مدام هو آية، جايبك انا هستغلك. اشتريتي ايه لحماتك في عيد الام؟
الميكرويف بتاعها باظ وجبت لها ميكرويف عشان هي بتحب المطبخ قوي بصراحه. هي اللي بتعمل لنا اكلنا، ما بعرفش اطبخ. انت عايزه تريحيها يعني، مش عايزه اه تتعبي. طبعا، لا طبعا امي يعني. ماما نوية، ايه الفرق بين تربيه زمان وتربيه دلوقتي؟ الاول الطفل ما كانش بيعرف حاجه زي دلوقتي ما شاء الله الاطفال ناصحين وفاهمين كل حاجه وعارفين كل حاجه. جيل يعني الفيسبوك. تكلميه يبقى عارف انت قاصده ايه وعايزه ايه ويحايلك بقى يعني. لكن زمان كان حاضر ونعم. يعني متفتحين دلوقتي. طبعا ما شاء الله دلوقتي غير زمان خالص. اعزائي المشاهدين، ودلوقتي هنطلع فاصل مع أسئلة ست الحبايب. كلموني البنت عبال. البنت عبال ما جاش. ولا كأنك يا جت. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع أسئلة ست الحبايب، اللي هي عبارة عن الأربع أسئلة اللي هتجاوبنا عليهم بكل صراحة علشان تاخد جايزة البرنامج 10,000 جنيه. تعالوا معايا نشوف الأسئلة. ادعوا لماما بقى. ان شاء الله. ربنا معاك يا أم. السؤال الأول، لون عيون زوجة ابنك عسلي، أسود، مركبة لينسز؟ إجابة مركبة لينسز. ايه؟ ها؟ انت شايفه ايه؟ أنا ماليش دعوة، أنا مش أنا اللي شايفة. يبقى مركبه لينسز. طنط مش ماما اللي قالت شايفة. كده؟ طيب هي ماما قالت كده. إيه يا فارس؟ تمام ماشي. ايه صح؟ ايه اللينس دي أنت زعلتي؟ النظر كويس؟ هي مش دي، امال دي ايه دي؟ أنت زعلتي ليه؟ لا يا حبيبتي مش زعلانه. ازعل ليه؟ سؤال عادي يعني. مفيش مشكله عادي. أيوة، انت شايف مفيهوش ان انا حاجة. مركبه لينسز؟ أنت ما فين- بتحطيش فين؟ لينسز؟ لا انت لا لينسز. لا دي عينها. اه دي أنا حاطة lenses. لينسز، السؤال عادي يعني. طيب خلاص انا بس حاليا مش حاطه لينسز يعني، انا بستخدمها بس مش في كل وقت. انت عارفه لو يعني على فكرة لو انت مش عينيكي حاطاها حلوة. كانت هتبقى حلوه عليك. طب على حلوة. فكره هي دي عناية. طيب أيوة إيه فهمت، المشكلة؟ عينيكي حلوة. طيب انت بس هي عندك، طنط شايفة كده يعني. يبقى طنط صح. اه طبعا. ماما طنط صح. بتكذب يا فارس؟ ماما ما بتغلطش ابدا، لا. خلاص طيب. ماما صح. ماما صح. نشوف السؤال التاني. مرات ابنك تنتمي إلى الثدييات، الحفريات، الزواحف؟ هتشوفي بقى رد ماما. انت متوترة ليه كده؟ حفريات. انت بتضحك؟ الحفريات. اكيد مش زواج. ده رأيها يا. امال احنا رحنا فين يا اختي؟ ده احنا ابو الشباب. قولي لي. تحفري كتير كده. انت شايفه كده؟ طيب يعني صح. انا بحفر كتير على أيوة. اساس ان انا آلة يعني ولا ايه؟ انت مبسوطه؟ عاجبك الكلام؟ انا مالي، دي اسئله البرنامج ووالدته ما بتجاوب انتوا بكل بتحطوا- صراحه. انا مش شايفه ايه السؤال، يعني ايه السؤال ده؟ هي إيه دي ده؟ اسئله البرنامج يا فندم، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. طب تحبي اسئله الإعداد البرنامج؟ هو اللي هي حاططها. بتفرق، هي بتحفر مش في أنا. ايه؟ بتحفر في انا ايه؟ هنا مذيعه يعني البرنامج، ماليش سؤال دعوة. بقى، بحفر بتحفر في في ايه؟ إيه؟ صح بحفر في معرفش. ايه؟ في ايه؟ في ممكن ايه يا يبقى حبيبي؟ تساله طنط لما تطلع. بتحفر في ايه انا اكيد. لا ما انا عايشه معاه في البيت مش مع أيوة، ماما. على بتحفر فكره في إيه؟ الحفريات أنا- دي ثمنها غالي جدا. انا مش هو فاهم. أنت عارفة أنا الحفرية سلعة؟ بكام؟ انت شايفاني سلعه مش يعني؟ عارفة الحفرية لا، بكام؟ طب ممكن تسكتي عارفه حضرتك؟ بكام طيب؟ هي بتتكلم في ايه دلوقتي؟ هي ماما في الحفريات. انت الحفريات. يعني هي ماما يعني هي قالت لك انت مدركه بتحفري. هي بتعمل ايه؟ بتقول لك ايه ده أنت ايه ده بتحفري. ايه ده؟ يعني بتحفري في يعني ايه مدركه؟ هو انا وجهت لك كلام؟ ثواني بس عيب كده، حضرتك اتكلمي ثواني. عليها بطريقه لطيفه. ثواني. ممكن بعدين فارس ما إيه- ينفعش إيه- كده. لا ما تكلميش إيه؟ فارس. مالك؟ مالك؟ نعم نعم. بصي يا مالك. ممكن تقعد ثواني. فارس. هقول لها فارس. حاجه بس. لا ما تقولش. هعرف لا منها ما حاجه. تقولش. هعرف لا حاجه. معلش ثواني. خليني انا اتفضل ثواني. فارس قول. هي عينك من غير لينسز لونها ايه؟ عسلي. صح؟ اجيب لكم 2 ليمون. لا مش موضوع كده. ثانية أنا واحدة. بتكلم في حاجه. ممكن اتنزل لك عنه هو طيب. وماما على عيب فكرة. كده على ولا فكرة. كرسي هتنزلي عنه ولا عربيه. عيب كده. انا كده. عيب عليك يا إيه ده؟ جدع أنت في مش ايه؟ مشكلة التلاجة. يا فارس. قول يا فارس. قولي هي يا فاهمه فارس. موضوع الحفريات ده. لا يا فارس والنبي هات لها ثواني يا ورد. ماما. لا والنبي يا هات لها حبيبتي ورد. لا لا ما اصبري ينفعش. بتكلم ما ينفعش احنا في برنامج فيه ايه؟ اصبري. شوف السؤال الثالث. شعر مرات ابنك بس هي قاعده كارتة. هادية إزاي؟ هي قاعده هاديه ايه دي؟ ناعم عادي؟ هو عادي. اظن اهدي بصي ما فيهاش كلام يعني. هي ماما عارفاكي وعارفه شعرك. لا انا مش خايف. مش طب انت خايف. موجود انا مش خايف على فكره ان انا بس هي انت فارس. تهدى وتتكلم. شوف بأدب يا الإجابة، فارس بطلي وتحترم توتر وجودي بس عشان ولا نكمل أنت- الحلقة. إيه طيب؟ بلاش خبط وحد وتهزيش كارتة. رجلك. ايه ده؟ كارتة؟ طب انت ايه شايفه كارتة. شعري منكوش بقى ما ده كوافير. لا او ايه
انت رد انت. مركبه استكنشه؟ على فكره الموضوع بيزيد. لا، انت مركبة بتجيبوا الناس استكنشة؟ هنا تعملوا لا لا معاهم. لا انت لا مركبه عندكم استكنشه؟ مخرج مش فاهماه هو لا، ايه. لا، لا لا، موضوع بص حضرتك ده برنامج لا، لا، محترم لا. عندنا كمان. وكل الناس اللي في اللوكيشن محترمين، بلاش غلط. انت بتقول رايحه بعد فين؟ اذنك شيل ممكن ايدك. تقعدي طيب. شيل اهدي، ايدك اهدي. شيل ايدك. ايه شيل ايدك؟ ده جوزك على فكره. مالكيش دعوة. ايه شيل ايدك؟ خليها مالك؟ تتكلم. على فكره انت مالك يا حبيبتي؟ انت استنى. انت زعلانه ليه؟ مش هي دي ماما بيكره يا حبيبتي على دي دماغي. ماما على راسي. مش عارف. على ايه راسي كده ماما. وكده. ايه؟ هي شايفاكي كده. خلاص ابقى كده. لازم طب نحترم انت مش شخصيتك. هقول لك على حاجه. لازم انا مالي يا هقول لك فندم؟ على مالي حاجة. بقول؟ ايه؟ ما ايه؟ تتكلمش ايه؟ معايا ايه؟ يا فارس بعد اذنك يا وسيبني جماعه اتكلم. نشوف السؤال اللي بعده عشان زعلانة ازاي عليها؟ مفكر ايه؟ الاجابات دي انت زعلانة عليها؟ بتاعتي. انت فاهمه غلط. شوف السؤال الاخير انت لو فاهمة سمحت. غلط. على فكره دي اجابات ماما مش اجابتي. ايه قاعده شوف ما- السؤال اللي قاعدة بعده. ما تعملش حاجه يعني. عيلة مرات ابنك. انا مجرد بقرا لك الاجابات والاسئله، انا ماليش دعوه. مؤدبة. ربنا يخليك ويكرمك يا رب. عيلة مرات ابنك. ميرسي يا فارس. لا، على ايه ناس ولا ايه؟ محترمين، ناس ولاد ناس، محدثين نعمه. مش محتاجه طبعا. ايه؟ فظيعة مين؟ فظيعة. ماما؟ لا انت قلت في ماما. لا الاجابه طيب، محدثين نعمه. ممكن فرصة تفضلي سعيدة. تقعدي؟ فرصة سعيدة. احنا اسعد يا فندم. اقعدي اتفضلي بقى اقعدي. عشان ما كل شوية اكمل تحكي الحلقه قدام لو سمحت. في حلقه احنا انت جايين انت نكملها. حابب ان احنا نتعامل باسلوب مش يا كويس؟ جماعه هي عايزه تاخد الجايزه. بيتعامل. يا جماعه هي عايزه تاخد الجايزه. مين اللي بيتعامل؟ ماما عايزه تاخد الجايزه. أهلي بجد بصراحه. وحش. مين اللي اتقال بيتعامل عليا وحش؟ اتقال عليا مركبة لانسز وسكت. طيب ما هو دي اتقال ما كده هي عشان دي. عاديه. لا يا بنتي اسمعيني. هو انت فارس مش- اهلي خط احمر. هو انت مش مركزه. فارس! ممكن تقعدي طيب؟ لا مش هقعد. ممكن تقعدي؟ لا مش هقعد. اقعدي. لا مش هقعد. اقعدي. ايدك تعالي احنا قدام ايدك الناس. احنا ايدك قدام الناس اقعدي. ايدك اقعدي. اقعدي كده واهدي. اقعدي مالكيش كده. دعوة. اقعدي مالكيش واهدي. دعوة عشان أنا انت كلمة هكلمك. تانية أنا هديكي باللي في هكلمك. رجلي. أنا احترمي هكلمك. نفسك. أنا عيب هكلمك. كده. ايدك انت بتتكلمي انا معايا. محترمه ومش هرد ثواني بس. عليكي. اقعدي. ممكن ايدك. تقعدي. ممكن تقعدي. ايدك اهدي. ايدك اهدي واقعدي. ممكن عشان خاطري. عشان خاطري. اهدي. ما تزعليش منها. هي هنشوف بصي، هي دلوقتي. بتبقى عصبية. تعرف تقعد جنبي لحد ما نخلص من اليوم ده عشان توديني عند ماما عند اهلي. بصي يا مدام عند ايه، اهلي محدثين طنط هتطلع نعمة. دلوقتي وهنشوف الاجابات. انا يا حبيبتي ثواني تربية بقى. ناس محدثين نعمة. انت يا ستي انا ماليش دعوه. هو انا اللي قلت عليكي كده وانا هو معاكي؟ انت مش مذيعة البرنامج ده ولا ايوه. بتهيألي؟ ايه ده؟ كده ترمي المصاصه انت في الارض. بتستظرف. اهو شفت بقى دي ادي النعمه وانت حدثتيها في الارض اهو. ينفع؟ ينفع المصاصه ترمي ممكن كده؟ نخلص عشان انا عايزة امشي من هي هنا. بطعم ايه يا فارس؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ انا عايزة افهم ايه اللي انت بتقول عليا بخيل فما فارس. حاضر، مش انا عايزة هزعل. اروح عند ماما. هات المصاصه. هنجيب هي لك جايه. طب بصي عليها هطلع كده. وهسيبه لك على لا، فكرة. ابقى خدوا الفلوس عيب وارجعوا كده. شهر عيب كده. ولا تروحي شهر. والله ما تيجي بورسعاد. مش هرد عليكي على فكرة. اقعدي. ايدك اقعدي لو سمحتي. ايدك طب اقعدي. ايدك مش تتحط عليا عشان واحدة زي دي. على فكرة انا رايحة عند ماما النهارده ليه؟ عشان اهلي ناس بيئة ومحدثين نعمة فانا لا عايزة اروح اعيش معاهم. انت اثبتيها لما اديتك النعمه في ايدك انت عملت فيها ايه؟ رميتيها على الارض. طب ممكن مش ناخد طبيعي على فاصل فكرة، انت عشان كمان. اعرف اكل مصاصه. هو البرنامج مش أنا معايا طبيعي واحد والمذيعة مش طبيعية والمخرج مش طبيعي وانت مش طبيعي عايزين وماما النهارده ما انا مش مشاهدين. فاهمة في ايه؟ فاصل؟ بتغلطي في الناس كلها. يا جماعه ناخد فاصل بقى عشان نشوف المصاصه. زعقي زعقي عايزين مصاصة. المشاهدين احنا ونطلع هنا. فاصل بعد ما شفنا اجابات ست الحبايب. خدوا بالكم خدوا بالكم وايه ده كل البودره دي؟ انت ريس، معاك البودره في وشك. ايه يا عم القرش؟ انت ايه وانا بتهزق وانت ساكت. اتكلم انت بالتليفون بتتكلم. في ايه بيتكلم كده ليه بقى؟ في ايه؟ الراجل فيه ايه؟ مصاصات بوظ الرز يا استاذه. في حاجات تخطط حدودها على فكرة. ولسه بص بقول لك ايه؟ اركن على جنب لو سمحت. ايه ده؟ ايه مش ده؟ وقت. في ايه بيتكلم كده ليه مريضة ده؟ دي انت مريضة على فكرة انت مش طبيعية. عجبك حاجة، المصاصة مفيش حلوة؟ مش هرد عليك. حلوة المصاصة؟ طب ممكن تديني؟ في ايه؟ انت في خدت ايه؟ مصاصتك في ايه؟ رميتيها هترمي الهدى هي كمان؟ بقول لك كفاره كفاره من المصاصات كده كتير. بتاعت في ربنا ايه؟ كده. في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ في ايه؟ دي اللي بالفراوله في ايه؟ عليها طب انت ما بتاخدش لا حاجه. حاجه جديده انا هاخد هات الكلام. المدام. يا في ايه؟ اتفضلي اقعدي. يا ايات لو سمحت ما نتكلم. مش هعمل الكلام ده. في ايه اللي هتيجي من حصل؟ اهلي دي هيدوا لك 10000 جنيه مش مش قال حاجه يا ماما 10000 ايه؟ تحلف انك تطلع من هنا وتطلعني؟ ماشي ماشي. طب في ايه حصل؟ عايز اعرف في ايه طيب؟ مفيش حاجه يا ماما مفيش حاجه. انا اهلي محدثين نعمة يا ماما. اقعدي بقى. انت ماشيه رايحه فين؟ حضرتك الكلام شايفة مخدوع إن أهلي عطا. محدثين نعمة. خلي بالك ممكن يلق. خدتيني ليه منهم نبقى احنا اهلي مين محدثين اللي قال نعمة؟ كده؟ مين اللي قال كده؟ مين؟ معلش يا رد على مامتك. معلش يا طنط. رد على مامتك. فهموني مين؟ رد على مامتك. خلاص طيب قلنا صوتك بقى العالي بقى في ايه؟ معلش يا طنط. انا مش فاهمه حاجه. عايزة اتطلق. ليه ايه اللي حصل طيب؟ ايه اللي على فكرة يا حصل؟ عشان جماعة انا اهلي الكلام ده ما محدثين ينفعش. نعمة يا وانا جارتة حبيبتي وانا مش من الحفريات. محدثين ايه نعمة. الحفريات دي؟ مش انا عايزة موضوع افهم يعني محدثين ايه نعمة ولا حفريات حفريات. مين اللي قال كده؟ طب فهموني يا يا جماعه. طنط انا مش قادره اقول لك. قلت امتى؟ انت قلت يا طنط.
يا طنط الحقيقه يا طنط في ايه؟ حاجه على طنط فكره انا على هسيبها فكرة- لها على فكره النهارده. انت كده عيب بتبان كده على قدام الناس فكره، كلها. عيب انت كده غيرانة الكلام منها. ده، غيرانه من بتبان مين؟ انت غيرانه عيب منهم الكلام ده تسيبوها بتقلديها. يعني انا متجوزه على فكره. انت الله يحرقك اه ويحرقك. طب ما انت مدخلاني كل يا حاجه في جماعه بعض. ممنوع مد الايد لو سمحت، ممكن مالكيش تهدي. دعوه خلي- وما تتكلميش معايا ولا نص كلمه من دلوقتي لحد ما امشي من هنا. لو انت كل واوعدك صراحة وانا طبعا. طالعه هطلع لو انت واسيبهولك. كل صراحة مالك، ربنا ان مالك، شاء الله مالك. تاخدي الجايزه. اهدي تمام، ما تجيش على كلامها، ما تقولش على كلامها. على هي فكره يا متعصبة، ماما هي هي خدت مني متضايقة. المصاصه بتاعتي ورمتها. طب انا مش جبت واحده تانيه غيرها. انا اول وانا مره ما اشوفها رضيتش كده على اكلمها عشان فكره، خاطرك. اول مره اشوفها كده على فكره. يعني مش كده في البيت؟ لا انا اول مره اشوفها كده بجد. هي مش طبيعيه. مجنونه مش طبيعي. لا والله العظيم لو ما احترمت عيب. نفسها. انا هرد اهو. لا 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 أنا ما هرد. تغلطيش فيها على أنا فكرة. هرد. يا أنا شيخه هرد. بتضحكي ده انت بارده. انا هرد. أنا مش هرد هي عليك. مش طبيعيه. لا هي مش طبيعيه. هي ممكن تكون يعني اللي هو ايه. ايه غيرانه. فيها بنت انت مجنون انت ما تتكلمش خالص. حضرتك يعني شايفه هي بتعمل ايه؟ خرجت بنتي عشان 10000 جنيه انت حيوان. عايزين نفك ال100 دي، عايزين نفك ال100 دي. غلط كده غلط. عيله واحده يا عم اقعد انت على المكان بتاعك بره لو سمحت. احترم نفسك. يعني اعمل ايه؟ يا بنت يعني اعمل يا ايه؟ بنت خليك بتاع محترم. السمك. يعني اعمل كده يعني تبقى راجل محترم. امال انا داخل عليك على ايديك. انت مش محترم. وانا بكلمك عيب، واقف على عيب. ايديك كده يا استاذ ما تلم القبله. القبلة. الام القبلة. لم انت نفسك. بقول لك يا ماما. اللي جنبك بقى لو سمحت. انا عيلتي محدثين نعمه وعيلتي بيئه وانا بركب لينسز وشعري اكرت. لا مش اقرب. وحفريه، قالت وحفريه. انا عايزه بقى اتطلق. تهدي شويه بقى. عايزة بلاش أتطلق. شغل الطلاق والجنان بتاعك ده لو سمحت. ممكن انا ممكن عايزه نهدى. اعرف، عايزه اعرف حاجه، من امتى انت بتعملي كده قدام الناس؟ حضرتك انا اهلي. وبعدين ايه الحوارات اللي انا بعملها دي؟ أنا- اول مره اسمع منك كلمه زي دي. اولا انا ما يا قلتش طنط كلمه بتقولي زي بتحوري. انت ايه؟ اهلك ربوك على كده يعني؟ انت شايفه ان اهلي ناس محدثين نعمه؟ لو انت شايفه انا ما حضرتك- قلتش كده، انا ما قلتش كده عليكي. لو عيب حضرتك ان انت تتكلمي معايا لو كده. حضرتك شايفه ان اهلي محدثين نعمه يبقى هم وبعدين انت ازاي تتكلم عليا كده وانت ساكت؟ انا مش عارف هقول لها ايه. هتقولي ايه هو عليا ماما بعد اذنك من فضلك لو سمحتي ما لو ينفعش. كله سمحتي. على فكره كله بيقول لي انت غلطتي فيها وانا جوه. مين كله يا ماما؟ كل اللي مين؟ موجودين بيقولوا لي غلطتي مخرج فيك وانت مخرج جوه. حضرتك شايفاه وقلتي عليه مجنون؟ ماما كلام. ماما انت تقولي لها ماما انت كلام. عايزه تطلعي يا استاذه؟ عايزه انا أطلع. خليه يطلعني على الهواء. انا ممكن اقول لك لا حاجة عن دلوقتي الطلاق. دلوقتي اتطلق ودلوقتي ممكن تسمعي انا بقى هطلع كده اتطلقي. طيب شويه. الكلام ده ما ممكن ينفعش. انت تسمعي؟ معاكي حق تطلقي بس طنط مالهاش ذنب. اهو اهو. انت مريض. اسمعي بس لو ايه ده؟ سمحت. انت غلطت في الناس كلكم بقى. اسمعي لو سمحت مدام عياد. مش عايزه اسمع. طب اقول لك على حاجه حقيقيه. مجنون يعني اقول بتتعب. لك على حاجه حقيقيه. مبدئيا رقم واحد مش ملاحظه طنط حاجه؟ غلبانه جدا والولد ده شرير جدا، عمل فيكي مقلب انت وطنط عشان يخليكوا تقفوا. انبوس دماغ ماما، انبوس دماغ طنط. خلاص من غير ضرب من غير ضرب من غير ضرب. بتعمل مقلب. طب سؤال بس سؤال، لو كنت اتطلقت دلوقتي لا ومين ده اللي طلقك؟ طب في 10000 جنيه ولا مفيش؟ اكيد اكيد. قول يا رب. تاخدي بيهم نيش كبير مروح. نيش. طنط جاوبت على الثعبان بيولد بيبيض حضرتك جاوبتي بايه؟ جاوبت ايه يا ماما؟ انت ممكن تعلي صوتك شويه؟ بيبيض. برافو عليكي. ودي الاجابه اللي ظهرت عندك جوه بسؤال تاني مختلف تماما زي شعرها اكرت ولا كارته. ده رقم واحد. لا معلش نسقف عشان انا اشعرت بس اطلع بص على شعرتي والله بجد. يعني خلاص صافيه لبن؟ لا مش صافيه لبن. انا رايحه مع ماما. لا هو زعلني وخلاني زعلت ماما وهي فارس. عارفه يعني. ممكن تجيب لي المصاصه بقى؟ جايبها لك المره الجايه. هي خلت فيها ماما عارفه ان انا بحبها جدا. وطنط وأول بتحبك مرة جدا بحبها على فكرة، وانت أنا طلعتي استغربت من كده عملك. بس حقك عشان الاجابات اللي فاتت. وانت يا طنط طبعا مش فاهمه حاجه على فكره. بس طنط على ما كانتش فكرة- سامعانا. اوضح لك حاجه، كانت لابسه سماعه فيها ميوزك عالي جدا، مش سامعه الخناقه اللي بره خالص. ماشي طبعا احنا اللي عاملين كده. انا اسفه امي مش انت اي حد يقول لك حاجه لازم تصدقي؟ تبقى اسفة. انا اسفه. انا كنت حاسه ان في حاجه غلط. مستحيل تقول عليا كده. طنط انت بس- زعلانه قبل ما تمشي؟ مستحيل. لا عشان مش لا، هينفع لا، لا، بس دي أهم حبيبتي حاجة على تقول فكره، مش بس انا زعلانة كنت مني أنا. مستغربه. قالت اهي. على طنط فكره انت زعلانه؟ هتضرب النهارده. ماشي. أعزائي المشاهدين أشوفكم بكرة في حلقة جديدة ومقلب جديد مع أسرة تانية في برنامجكم حماتي ملاك.